11 حركة في لغة الجسد بتوضح إن الشخص ده مش طايقك ومش بيحبك أو مش مهتم بيك. فإزاي تعرفهم بكل سهولة، خاصة إن الشخص ده مش بيكون مبين لك كرهه، لأنه بيعمل الحركات دي لا إراديا من غير ما هو يحس. فيلا بينا نقولهم. أول حركة، لما يطلع الجزء ده من شفايفه وانت بتتكلم. هنا أي حاجة انت بتقولها، إذا كانت حاجة مفرحاك أو حاجة خاصة بيك انت بتحكيها أو رأي انت بتقوله، هنا هو بيستهزأ بيك ومش فرحان لفرحك. تاني حركة، تضييق العينين أو النظر نظرات حادة. ايه بتقولي؟ تالت حركة، بيتجنب انه يبص في عينيك وانت بتتكلم، وده مش من مرة او مرتين، لو اتكررت كتير. وهتلاقيها بتبان قوي لو انت بتحكي انجاز انت عملته او حاجة مفرحاك، ساعتها هيبان الحقد لما تلاقيه مش عايز يبصلك وبيتجاهل كل فرحك. رابع حركة، بيعمل نظرات جانبية كده من تحت لتحت. خامس حركة، انه يبقى مكشر طول الوقت وهو معاك، وده مش من مرة أو مرتين، ده على طول. سادس حركة، لما يودي وشه بعيد أول ما انت تظهر قدامه، وده برضو لو اتكرر كتير. سابع حركة، هتلاقيه لا إراديا بيبعد عنك أو بيميل للخلف وانتوا بتتكلموا، بالذات لما انت تقرب منه. تامن حركة، تصلب الجسم وعدم الارتخاء، يعني مش بيبقى قاعدة مريحة وهو معاك. تاسع حركة، توجيه القدمين بعيد عنك، وده قلنا قبل كده ان لما يكون القدمين بتوعه اتجاهك يبقى هو كده بيحبك ومهتم بيك، فالعكس ان هو يبقى قاعد قصادك بس القدمين بتوعه مايلين لناحية تانية. 10 حاجة، انه وهو واقف معاك او وهو قاعد معاك يبقى قاعد بزاوية مغلقة. رقم 11، لما يشبك ايديه او دراعاته جامد وهو معاك.